مطار صنعاء الدولي نتيجة الرياح الشديدة ووقوع إصابات بليغة وسط المسافرين. تفاصيل الخبر. أهلا بكم. سقطت الواجهة الزجاجية لصالة مطار عدن الدولي فجر اليوم، وذلك نتيجة الرياح الشديدة موقعة عددا من المصابين في صفوف المسافرين. وقالت مصادر محلية إن سقوط الواجهة تسبب بإصابات بليغة وبعضها متوسطة في صفوف المسافرين الذين كانوا منتظرين رحلة اليوم الاثنين المقررة من عدن إلى جدة. وطبقا للمعلومات الأولية فإن المصابين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تضرر عدد من سيارات الموظفين. وحصلت قناة سهم الإخبارية على صور تظهر بقع دم وتضرر للسيارات وأمتعة المواطنين وحالة هلع وخوف.